السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواتي الغاليين في كافة الوطن العربي، أهلا بحضراتكم. شرفتوني ونورتوني يا حبايبي، ودايما كده صفحتي منورة بحضراتكم جميعا. إخواتي في دولة الجزائر وتونس ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا والكويت والسعودية والمغرب، كل الدول العربية، مش عايزة أنسى أي حد عشان محدش يزعل مني. بجد ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا. كمان بحب أرحب بأخواتي في كافة محافظات مصر، أهلا بحضراتكم. شرفتوني ونورتوني ونورتوا صفحتي، والصفحة من غيركم ولا أي حاجة. والله يا بنات الصفحة من غيركم ما تسواش حاجة، بجد انتوا اللي عملتوها وانتوا اللي بتسندوها وانتوا اللي بتدعموها. بعد ربنا عز وجل ليكم الفضل عليا، فربنا كده يا رب يديمكم نعمة في حياتي. دايما كده ندعي يا بنات بدوام النعم علينا عشان ربنا يبارك فيها، ونحب النعمة اللي موجودة عندنا عشان ربنا يديمها، وندعي بدوام النعم ونحب النعمة عند غيرنا عشان النعمة تجيلنا. يلا يا بنات كده نحط اللايك ونبدأ الفيديو مع بعض كده، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. كمان تذكرة بسيطة، الكومنت هو التواصل ما بيني وما بينكم، فياريت تعرفوني بنفسكم في التعليقات، تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، وتشجعوني وتدعموني وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. انا عايزة الفيديو ده يوصل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اكبر عدد صلوات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ بقى يومنا كده. رحت جمعت المخبوزات اللي بايته عندي، سواء قرص او خبز، وبليته ميه علشان اكل الطيور بتاعتي. سمعت صوت وش الغساله، طبعا انا مشغله الغساله جنبي. اول ما بصحى من النوم كده بروح بقى الم الهدوم اللي على السراير او اللي على الشماعات اللي عايزه غسيل، وبشغل الغساله اول حاجه بعملها في يومي. طلعت على السطوح علشان اكل الطيور، نسبح الله ونستغفر ونسبح. كل ما نبص للسماء والخلق ربنا عز وجل وعظمة الخالق فيما خلق، نقول سبحان الله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا انا من بدري باكل الطيور بتاعتي علشان تدعيلي مش تدعي عليا، عشان ربنا يبارك لي في حياتي وفي صحتي، ولازم ما جوعهمش لانهم هم روح، ومادام موجودين في بيتي يبقى انا مسؤولة عنهم وهم في رقبتي، وكل راع مسؤول عن رعيته. المهم اكلتهم ووقفت كده اصور لكم المنظر الجميل القمر ده، تستمدوا الطاقة الإيجابية منه كده وتتشجعوا. كل واحدة كسلانة بقى منكم بتسمعني دلوقتي، يلا قومي تشجعي معايا من الفيديو. نزلت على غرفة النوم وقلت هنضفها تنظيفات عميقة. أخدت الأفرشة بتاعت السراير وطلعتها الشموسة تتحمص وتاخد من ريحة الشمس، بتفرق كتير جدا. وريحة الشمس دي يعني ريحة النظافة، أساسا هي أحسن حاجة للتعطير والتنظيف. عايزة تعطري بيتك، عطريه بريحة الشمس. افتحي الشبابيك وخلي الشمس الجميلة وإشاعة الشمس تدخل البيت، هتلاقي دايما البيت ريحته نظيفة وريحته جميلة. عارفين يا بنات أي معطرات احنا بنستخدمها؟ أولا غير ان هي بتضر بالصحة، ولو عندك أطفال عندهم حساسية بتضرهم كتير جدا. يعني لو قعدت خالص بكتيرها خالص ساعة ساعتين ومش بتلاقي لها اي اثر. انما الشمس وفتحة الشبابيك، يعني لو فتحت الشباك وسبت الشمس تدخل البيت، بتضيع اي ريحة كمكمة واي ريحة مش حلوة في البيت، وبتغير جو البيت وبتخلي البيت ريحته جميلة ومليان طاقة ايجابية، ومفهوش طاقة سلبية بقى، ولا عمالين نتخانق مع بعض ولا نتشاكل مع بعض زي ما بيحصل في معظم البيوت كده عندنا بمفهوم بيتي. يعني تلاقينا كده العيال طول النهار يجروا من بعض ويصوتوا ويصرخوا وعاملين لي طاقة سلبية في البيت. عارفين اليوم اللي بفتح فيه الشبابيك، والله يا بنات والله والله ويمين اتحاسب عليه، بحس ان البيت كله طاقة ايجابية والبيت جميل خالص. وخاصة بقى لو انت فاتحة اذاعة القرآن الكريم.
الراديو القمر الكيوت الجميل ده انا دايما حاطاه كده في غرفة نومي على الكومودينو، وده ما بيفصلش، ده شغال 24 ساعة. اولا ما بيسحبش كهرباء، يعني لو جيتي تقولي ما ده كهرباء ومش كهرباء، الراديو الصغير مش بيسحب كهرباء كتير. ده غير ان هو بقى بيصحيك لصلاة الفجر، وبيذكرك بذكر الله، وبيسمعك احاديث نبوية، وبيسمعك كده علماءنا الكرام وهم بيشرحوا ديننا العظيم. المهم بقى ايه، نمسح الاسطح ونلمع كده وننضف بقى. إيه، تنضفي، عارفه يعني ايه تنضفي بقى، التنظيفات العميقه، مش اللي هو بقى تمسكي اللحاف او البطانيه وتطبقي وتنفضي السرير وعلى كده. لا، النهارده بقى احنا نتشجع مع بعض بقى. مسحت بقى التسريحه والكومودينو ورايحه بقى على الشباك دلوقتي، وما ادراكم الشباك بتاعي. الشباك ده علشان على منور فتلاقوه كده ترابه. واحنا عندنا يا جماعة البلد بتاعتنا بلد فلاحين، بلد زراعية. احنا اساسا عايشين في بلد زراعية، فتلاقوا الجو فيها كله ترابة لانها الارض طينية. مع الحر والشمس بتلاقيها عملت ترابة. كمان الاسطح عندنا مليانة قش، اللي هو بيسقفوا الاوض بقش، فمجرد حبة هوا تلاقي القش ده طار بالتراب اللي عليه ونزل على الشبابيك. ويا عيني بقى على الحلوة لما تبهدلها الأيام يا ولاد. بصوا بقى بالفرشة كده، وأنا على طول إيدي فيه، يعني أنا ما بسيبوش للدرجة اللي هي إيه اللي هو بيتبهدل وبيخرب وكده، لأ. أنا على طول دايما إيدي فيه، يعني بين الفترة والتانية ممكن كده أعدي أسبوع بكتير خالص، شهر، ولازم إن أنا بنضفهم التنظيفات العميقة، وبمسح الحيطان وأهب الحيطان من العنكبوت والكلام ده كله. حبيباتي، حطيتوا اللايك ولا لسه؟ بستحلفكم بالله تحطوا لي اللايك للفيديو عشان الفيديو ده يترفع زي كل فيديو بنزله يا حبايبي. عارفين الفيديو اللي قبل ده وصل ل1,000,000 مشاهدة، اللهم بارك اللهم بارك. بفضل لايكاتكم وتعليقاتكم جزاكم الله الجنة يا رب ونعيمها. ربنا يجازيكم خير ويرزقكم الفرحة اللي انتوا فرحتوها لي. كل واحدة فيكم حطت لي اللايك للفيديو اللي قبل ده، ربنا يسعد قلبك ويفرحك بكل حبايبك وبولادك. لان بجد اللايك اللي انت حطيتيه على قد ما هو بسيط، على قد ما بيفرق معايا جدا، وبيدخل السعادة على قلبي ما تعرفيش ازاي، وبيفرق كربي. ربنا يفرق كروبكم جميعا يا رب. بالارضيه بقى نمسكها بعد ما بننضف من فوق لتحت، يعني نضفت السرير وهبتيه، مسحتي الاسطح ونضفتيها من الترابه، مسحتي المكيف، مسحتي الشبابيك ونضفتيها ونزلت الترابه من عليها، ابداي بقى كنسي. تمام. انا لقيت الدولاب بتاعي عايز يتهب، وعايزه اقول لكم الدولاب ده بقى من ايام الزمن الجميل. شايفين الفورمه بتاعته دي؟ الفورمه دي قديمه شويه، يعني انا متجوزه بقالي 20 سنه. عارفين يعني ايه 20 سنه؟ يعني معظم اللي بيتابعوني دلوقتي زي ولادي. انا ابني الكبير في تانية جامعه، يعني احنا مش صغيرين، لا احنا كبار، يعني احنا الصغيرين. لا، ولا اقول لكم لا احنا صغيرين. احنا صغيرين ولسه صغيرين، وبصي على قد ما العمر بيجري والسنين بتجري، بس برضو احنا قلبنا من جوه قلب اطفال. صح ولا لا؟ طب قولوا لي كده في التعليقات. دايما كده يا بنات بنحس ان احنا لسه صغيرين، وان احنا لسه اطفال وكيوت كده في نفسينا. عارفين الاحساس ده بيخليكي كده تعيشي وانتي سعيده ومبسوطه بنفسك. حبي نفسك واسعدي نفسك. وبصي بقى عايزه اقول لك، يعني وانتي لما بتروحي المحل السوبر ماركت تجيبي حلويات لاولادك، هاتي افتكري نفسك. هاتي لنفسك كيس شيبسي، هاتي لنفسك شوكولاته انت بتحبيها، هاتي لنفسك اي حاجه انت اتعودتي ان انت تاكليها. اوعي تقولي لا انا كبيره هو انا لسه هاكل الحاجه دي. لا، كلي كل حاجه والعبي مع اولادك، وشغلي الكرتون واقعدي اسمعي له. بصي واخرجي وتفسحي وغيري من جوك ومن جو نفسيتك ومن مودك، واعملي كل حاجه انت كنت يعني انت بتحبيها. اعملي كل حاجه انت كنت متعوده ان انت تعمليها وانت صغيره. ما تحسسيش نفسك دايما ان انت خلاص كبرتي وان انت الحاجه دي ما تنفعلكيش، لا ابدا. يعني محدش هيقدر نفسنا غير نفسنا. قدري نفسك بنفسك، وكرمي نفسك بنفسك، وحبي نفسك. كل ما هتحبي نفسك كل ما تحسي ان انت سعيدة ومبسوطة. شغلت القرآن، وطبعا الغسالة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين شغالة بتضوي. دي تاني دورة انا شغلاها للغسالة. شغلتها دورة اول ما صحيت، ودي تاني دورة.
خلصت بقى تنظيفات غرفة النوم، وقلت اجهز حاجة سريعة للغدا. طبعا انا شغلي كده لسه مخلصت، ده انا عندي شغل تاني. كان عندي بطانية نزلتها ريلز، ففي اختي ليا علقت لي كتبت لي في التعليق ميادة، المفروض ان انت بتشيلي البطانية نظيفة وبتخزنيها نظيفة من بعد انتهاء فصل الشتاء. انا عندي ابني علشان بيشغل المكيف في الاوضه بتاعته، فطبعا التكييف بيكون مبرد الاوضه جدا، فهو بيحب اللي يتغطى بالبطانيه وكده، فكان بيتغطى بيها طول الصيف. فانا اخدتها وقلت اغسلها له بحيث ان الشتاء يدخل علينا تكون نظيفه. خلاص، فهنغسلها مع بعض بس بعد ما اخلص كده جوله تجهيز الغداء، علشان يعني الولاد بيرجعوا من الدروس عايزين الاكل جاهز، فننظم وقتنا وننظم نفسنا كده علشان ما نحسش بضغط. يعني نجهز الغدا وبعد كده عندك حاجة ممكن تعمليها بعد تجهيز الغدا. فعموما انا مش هغسل البطانية النهاردة، انا هنقعها وبسيبها لتاني يوم. تاني يوم بقى بتكون نزلت الترابة واي حاجة موجودة فيها يعني نزلت في الماء. بصوا بقى يا ولاد، يعني احسن حاجه ان انا جيت عند اللوبيا هنا. اللوبيا من البقوليات اللي معظمنا بيحبها. انا بنقعها ساعه او ساعتين، وبعد ما بنقعها بجيب معلقه سمنه بلدي وبشوح فيها اللوبيا. بعد كده بكون ضربه بصلايه على فصين من التوم في الكبه ناعمين جدا، بنزل بيهم على اللوبيا وبديهم تقليبه مع رشه فلفل اسود ورشه كمون صغيره ورشه الملح. بتفضلي تقلبي فيها مع البصلايه والتومه وتغطي عليها ربع ساعه. اول ما بتشرب من ريحه ميه البصل وريحه التوم كده والتوابل، بتروحي نازله عليها بالطماطم. بس هي دي طريقتي في عمل اللوبيا. طبعا انا عندي والدتي بتسبك البصله والتومه وتسبكهم كده الاول وتنزل عليهم بالطماطم وبتسيبهم لما بيتسبكوا، وبعد كده بتنزل باللوبيا. دي طريقه ودي طريقه، وكل دار وليها مدار وزي ما بتحبي اطبخي. بس انا حبيت الطريقه دي لانها كده يعني بحسها صحيه، ني في ني كده ما بتتعبش. حبيباتي هنا زودتها شوربه، وطبعا يعني الشوربه بتاعتي خطيره بقى، شوربه بط في بيتنا بط. اخت زوجي ربنا يكرمها ويديها الصحه يا رب، لقيتها بعتالي البطايه والشمورتيه الحلوه القمر الجميله دي. ربنا يبارك لها يا رب في حياتها وفي بيتها ويوسع عليها. انا مش بحمرهم في الزيت، انا بحمرهم تحت الشوايه. وملحوظه سريعه يا بنات كده، بتاخدي من الطماطم او الصلصه اللي انت عاملاها للخضار وبتدهني بيها الطيور بتاعتك قبل ما تحطيها تحت الشوايه، بتدي لون حلو قوي للطيور بعد التحمير، يعني بتحسها كده لونها عامل زي الكهرمان. نزلت على الجراج بقى هنا، نشرت الهدوم بتاعتي و هبدأ بقى اجهز انقع البطانيه. ولميت السجاد اللي عايز غسيل في الشقة تحت، في شقة العيلة تحت، وجمعتهم في جنب. وبس مش هغسلهم النهاردة، يعني انا كان عندي بقى مذاكرة للولاد وكتابة الواجبات بتاعة الدروس قبل ما يروحوا الدروس، فقلت هنقع البطانية واسيبهم تاني يوم الصبح انزل عليهم من الصباح الباكر بعد ما اودي الولاد المدرسة انزل عليهم. الخلطة دي انا بعملها دايما لغسيل المفروشات، كلور ومعطر وحبة من الديتول. كل حاجة انا بستخدمها فرد سايبة. محلات مستحضرات التنظيف دلوقتي يا جماعة بقت بتعمل مستحضرات سايبة، يعني الديتول بتعمله سايب والمعطر سايب والكلور سايب. بصوا هم حاسين بالناس وحاسين بينا، حاسين ان احنا يعني بصوا معدناش نقدر بجد على الاسعار الشركات اللي بقت اوفر جدا والغلاء الفاحش اللي موجود. فادينا بقى بنقضي او بنستبدل ده بده، فكل حاجه بتقضي الغرض. اخدت كده من الكلور والديتول والمعطر وعملت خلطه جميله جباره كده، ومع الاوكسي بقى مسحوق غسيل الملابس ونقعت البطانيه. مروان ابني واقف جنبي وبيحب يوم غسيل البطاطين جدا، عايزه اقول لكم بيبقى مزقطط. عايزه اقول لكم بقى هو قاعد ومستني بقى اللحظه الحازمه ان هو ينزل في البطانيه ويبلبط بقى برجله بقى. بصوا بقى شايفين. بكده خلاص يا بنات خلص الفيديو، ان شاء الله التكمله الفيديو الجاي باذن الله. بستودعكم الله في رعايه الله والسلام عليكم.